السعادة الزوجية وإزاي نحقق السعادة الزوجية. طبعا كل عروسة وكل عريس بيبقوا داخلين حياة زوجية، وعندهم أمنيات كبيرة قوي قوي إن هو يلاقيها زي مامته، إن هي تلاقيه زي باباها. دي أحلام بقى وبيحبوا يحققوها. وطبعا استحالة ده هيتحقق، مفيش حد زي حد يا جماعة. كل واحد ليه شخصيته وطبيعته المتميزة غير التاني. فطبعا لو أي واحدة وأي واحد داخلين حياة زوجية ومتخيلين إن هو هيبقى أو هي هتبقى تيبيكال من مامته أو هو هيبقى تيبيكال من باباها، ده طبعا كلام مش مظبوط خالص. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن 7 نصايح لتحقيق السعادة الزوجية. قبل ما ندخل الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تنسونيش بقى في لايك للفيديو، لرفع الفيديو ودعم حلو منكم ورفع القناة. عارفين القناة لسه صغيرة، تكبر بيكم ان شاء الله. وتفعلوا لي زر الجرس ونورني اشتراككم اكيد وكومنتاتكم اكيد بتسعدني. انا اماني ودي قناتي، يا رب ان شاء الله تنول اعجابكم. اول حاجة هنصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وهنتكلم عن الحاجات اللي ممكن تحقق السعادة الزوجية. ايه هي الحاجات دي حبايب قلبي؟ اول حاجة، الحاجات اللي بتحصل عشان ما يبقاش فيها سعادة زوجية. ايه هي بقى اللي بتحصل من الزوج ومن الزوجة وبالتالي مش هيبقى فيه سعادة زوجية؟ اول حاجة الانتقاد، سواء من الزوج او من الزوجه، ان هو يفضل ينتقدها على طول. انت لبسك عامل كده ليه؟ انت شكلك عامل كده ليه؟ لا ده اكلك مش حلو، فينك اكلك يا ماما؟ اكل ماما كان احلى. طبعا دي انتقادات للزوجه، ولو انت انتقدتها في حاجه هتبطل تعملها لك. يعني انت واحد مثلا قاعد ينتقد زوجته في الاكل، اكلك وحش، اكلك مش زي اكل ماما، اكلك ملحه كتير، انت ما بتعرفيش تطبخي، انت. ده انا عارف، انا يعني حصل في حياتي مثل من الامثال دي. بتقول لي رحت بطلت اطبخ، بقيت اكله عيش وجبنه، تونه. ما هو كل شويه يقول لي اكلك وحش اكلك وحش، انا هعمل له ايه؟ فطبعا دايما الانتقادات يا جماعة بتؤدي للسلب. يعني انت بتنتقدها، هي مش هتبقى حلوة، لا هي هتديك العكس. زي بالظبط برضو الزوجة، انت شكلك، انت ما بتعملش، انت ما بتتسويش، لبسك مبهدل، انما ما كنتش متخيلة ان ده يبقى زوجي، انا كان نفسي في زوج صفاته كذا. طبعا دي كلها يا جماعة بتؤدي لتعاسة زوجية. ما ينفعش الزوج والزوجة ينتقدوا بعض بالصورة دي، لأن الانتقادات دايما هتؤدي للسلب. دي من الحاجات اللي مش بتحقق طبعا السعادة الزوجية، وهنشوف طبعا هنحققها ازاي وهنبدل الانتقاد بإيه. تاني حاجة اللوم. اللوم على كل حاجة، يعني كل شوية يلومها وهي تلومه. انت ما بتعملي ليش كذا، لا انت لو تعملي لي كذا هتبقي كذا، انت السبب في كذا. هي برضو نفس النظام، بتلومه برضو، انت السبب في كذا، لو ما كنتش عملت كذا كنت بقيت كذا، لو ما كنتش قعدتني من شغلي كنت زماني كذا. فطبعا ان احنا يعني الطرفين يلوموا بعض على طول الوقت، ده طبعا من الحاجات اللي هتسبب برضو عدم السعادة الزوجية، اللي هيبقى على طول في مشاكل، هيبقى في ضغينة بين الاتنين. فطبعا اللوم من الحاجات السيئة. الشكوى، يعني الشكوى للزوج او للزوجه، يعني هي برضو تشتكي له وهو يشتكي لها. الشكوى دايما مستمره. انا فيا كذا، انا عملت كذا، انت عملت كذا، ما كنتش تعملي كذا، انت مش مدبره، انت مبذره، وانت مصروف البيت مش مكفيني، انت كذا. وعلى طول الاتنين بيلوموا بعض او بيشتكوا من بعض. طبعا برضو ده من الحاجات المسببه لهدم العلاقه الزوجيه. التهديد بقى، هي تهدده وهو يهددها. إيه، انت لو ما عملتيش كذا مش هعمل لك كذا، انت لو ما تصرفتيش في كذا مش هوديكي لمامتك مثلا كذا، انت لو ما عملتيش كذا مش هطلعك مصيف كذا. وهي برضو نفس النظام، برضو تفضل تهدد فيه. فطبعا التهديد والوعيد ده برضو من الاشياء الصعبة جدا بين الزوجين، ما ينفعش برضو نبقى متواجد خالص. العقاب بقى، العقاب ان هما الاتنين بقى كل واحد يعني يتوعد التاني بالعقاب. يعني انت لو ما عملتليش كذا مش هعمل لك كذا، إيه انت لو ما عملتيش كذا مش هعمل لك كذا. إيه، يعني تحس ان الاتنين بيعاقبوا بعض. وده طبعا برضو من الاشياء اللي بتهدد الحياة الزوجية، وبتبقى برضو بتخلق جو مسموم. يعني الاتنين بقى بيبقوا ما فيش
مفيش راحة في التعامل، الاتنين شاكين في بعض، الاتنين خايفين من بعض، هي خايفة يعاقبها، هو خايف تعاقبه. يعني برضو الدنيا ما بتبقاش كويسة. الرشوة بقى، يعني مثلا ان انت دايما لما تكون عايز حاجة من مراتك او انت عايز حاجة من زوجك، اعمل لي كذا عشان اعمل لك كذا، هاتي لي كذا عشان اجيب لك كذا. لا، ده ما ينفعش بقى في الحياة الزوجية خالص. ليه؟ لأن الحياة الزوجية مبنية على الحب والودن والود والسكينة. السكينة والرحمة والمودة، ازاي هيدخلها رشوة؟ مش فاهمة بجد. برضو دي من الحاجات اللي هي برضو بتهدد الحياة الزوجية. هنصحح بقى ده ازاي؟ ايه يعني؟ يبقى في حاجة اسمها التذمر برضو. التذمر بقى على اي حاجة، هي تتذمر وهو يتذمر، والاتنين يقعدوا لبعض على الواحدة اللي هي بيقولوها كده يعني بالبلدي. فطبعا دي مش هتنفع برضو في الحياة الزوجية دي. ازاي البيت هيبقى فيه سكينة وهدوء ومودة اما كل الحاجات دي الاتنين بيمارسوها على بعض؟ لوم وشكوى وتهديد وعقاب وتذمر ورشوة. لا، مش الحياة الزوجية مش كده خالص. هنصحح ده ازاي بقى؟ اول حاجة الدعم. الدعم ده يبقى بين الزوج والزوجة. الزوجة تدعم زوجها والزوج يدعم زوجته. ازاي؟ يعني مثلا يلاقيها مثلا اكلها مش مظبوط، يدعمها، يقول لها لا عملتي اكلك مش مظبوط المره دي، هتعمليه حلو المره الجايه. لا والله ده كان جميل، هو كان ناقصه ملح بس المره الجايه تظبطيه. بصوا في الميزانيه بتاعت البيت، الشهر ده انت صرفتي، الشهر الجاي ان شاء الله هتحوشي. يفضل يدعم في زوجته ويعلي منها حتى لو هي بتشتغل وجايه بتشتكي له مثلا من الشغل، من حد بيضايقها في الشغل، برضه يدعمها، يقول لها ما تضايقيش نفسك، لا ده فلانه مضايقاكي ما تكلميهاش، يديها الطريقه الصحيحه في التعامل. ده برضه اسمه دعم. هي برضه تدعمه، جاي بيشتكي لها مثلا من مديره في الشغل، جاي يشتكي لها من زمايله، مديري مثلا بيضطهدني، تدعمه، تقول له معلش استحمل، غير تعاملك معاه، ان شاء الله يتعدل معاك. طب انت بتعمل ايه عشان يعمل لك كده؟ يبقى في تفاهم كده وود بين الاتنين. ده طبعا اسمه دعم. الاتنين بيدعموا بعض، يعني بيعلوا من بعض، مش بيحبطوا بعض ويكسروا مقاديف بعض. دي اجمل حاجة في الحياة الزوجية، الدعم والتشجيع. يعني كل واحد يشجع التاني. ده يشجعها على تربية الأولاد، أسلوب الجميل في تربية الأولاد دوت. هي برضو تشجعه إن هو يساعدها، يقول لها أفكار وهي تقول له أفكار. طالما الزوجين متفاهمين ومتعلمين، يعني هيقدروا يتفاهموا مع بعض وينتجوا، وتبقى حياتهم الأسرية هادية وجميلة، والاتنين هيشجعوا بعض، هيتلافوا المشاكل. مش كل واحد يتوعد التاني، كل واحد يقعد للتاني على الواحدة. كده مش هتبقى حياة زوجية، دي هتبقى حرب. متزعلوش مني. نسمع لبعض. حلوة قوي قوي حتة نسمع لبعض دي. يعني ايه؟ يعني الاتنين كده يقعدوا يتكلموا مع بعض في مواضيع، يتفقوا على موضوع يتكلموا فيه. مش كل واحد يستهتر بالتاني، او هي تتكلم يقولها اسكتي بقى انا دماغي وجعاني. لا، نسمع لبعض. كل واحد يسمع للتاني. كل واحد يقول افكار. هي تقول فكرة، هو يقول فكرة. يتفقوا مع بعض على فكرة ينفذوها. يشوفوا حاجات نقاط الضعف اللي في حياتهم يصلحوها. ده هيحصل ايه لما يقعدوا يسمعوا لبعض؟ مش واحد بيتكلم مثلا او واحدة بتتكلم وهو ساكت، مش هينفع طبعا. تمام. ده احلى حاجة في الزواج، ان الزوجين يسمعوا لبعض. في حتة كده كنت دايما بسمع عنها، اللي هي ايه؟ الصمت الزوجي. يعني تلاقي الزوجين قاعدين وساكتين. طب انتوا ساكتين ليه؟ امال يعني يعني انت متجوزه ليه وهي متجوزاك ليه؟ عشان تقعدوا ساكتين ولا عشان تتكلموا، تناقشوا حياتكم، تهزروا، تتكلموا على حاجه او تفتكروا ذكريات حلوه تتكلموا فيها؟ مفيش حاجه اسمها صمت بين الزوجين. اما بيحصل الصمت بين الزوجين، انا بعتبر ان العلاقه دي خلاص انتهت. لان خلاص ما بقاش في كلام، ما بقاش في ارتباط، ما بقاش في حوار، لغه حوار. فلغة الحوار دي هي اللي بتدعم الحب بين الزوجين، وبتخليه يكبر، وبتخلي العلاقة تستمر. ما ينفعش زوج وزوجة يسكتوا او ما يكلموش بعض، دي ما تنفعش خالص. فعشان كده بنقول نقطة ان احنا نسمع لبعض دي جميلة قوي. في حاجة بقى كمان، التقدير. التقدير يعني كل واحد يقدر التاني على الحاجة اللي بيعملها. عملت حاجة تقدرها، تجيب لها هدية لطيفة، تخرجها، تعزمها بره.
برضه هو برضه تجيبي له هدية جميلة، تقولي له كلمة حلوة تطبطبي عليه. الأزواج دايما بيحبوا الكلمة الحلوة من الست. فالدعم ده جميل للاتنين، بيوطد طبعا من العلاقة، ولو العاطفة انطفت بترجع تشتعل تاني. في بقى الاحترام. الاحترام ده بقى يعني ده انا اتكلمت عنه في اول حاجات من الحاجات اللي هي بتقوي العلاقة الزوجية. احترام بين الزوجين، يعني المفروض الزوجة تحترم زوجها والزوج يحترم زوجته. الزوج قاعد مش بيتكلم او قاعد مع نفسه شوية، سيبيه، احترمي خصوصيته. مش انت ساكت ليه، انت قاعد لوحدك ليه، ما بتتكلمش معايا ليه. في ساعات كده الانسان بيبقى عايز يقعد مع نفسه شويه، وهو مش هيسكت على طول، احنا بنقولنا بنسمع لبعض. لكن في ساعات انت بتبقى عايزه تقعدي لوحدك، زي ما اتفقنا ان الانسان لازم يقعد مع نفسه شويه، ساعه كده يعيد حساباته، يفكر مع نفسه. مش لازم اتكلم مع حد، برضه احترمي دي فيه. لو هو قاعد لوحده او عايز يقعد لوحده سيبيه. الاحترام يا جماعة بيبني بيت سعيد. الاحترام بين الاتنين بيبني بيوت سعيدة، طول ما الزوجة والزوج بيحترموا بعض. وانا اتكلمت عن موضوع الاحترام ده كتير قوي قوي في قبل كده. الثقة بقى، نيجي بقى لحتة الثقة. لازم يبقى في ثقة متبادلة بين الاتنين. يعني بلاش الزوجين يشككوا في بعض. انت بتكلم مين؟ مين اللي بتكلمه؟ انت بتكلمي مين؟ انت رحت فين؟ انت اتأخرت ليه؟ لا، مفيش حاجة اسمها كده. لازم يبقى في ثقة، لان انت لو ما وثقتيش ودايما حصل منك الشك، هو هيعمل اللي انت بتشكي فيه، هيحقق لك رغبتك. فبلاش، لازم يبقى في ثقة بين الاتنين. يعني عارفة ساعات زوجات كتيرة قوي قوي بتبقى شاكة في أزواجها ومتأكدة إن زوجها ده بيخونها، وما بتبينلوش إن هي عرفت وإن هو بيخونها، وبتفضل واثقة فيه لحد هو. في ناس كتير قوي وأزواج كتير قوي ضميرهم بيأنبهم وبيعدل عن اللي هو بيعمله من كتر الثقة اللي شايفها من زوجته. دي بقى بتبقى الناس اللي هي يعني أخلاقياتها عالية. ممكن يكون زلفوا كده الوقت، أو رجليه درجت في الغلط يعني، أو نزوة زي ما بيقولوا. ولكن من ثقة الزوجة واحترامها ليه، هو ضميره بيأنبه ويرجع عن الحاجة الغلط اللي هو بيعملها. سبحان الله. فدايما نحسن الظن ببعض، بلاش نثق نشك في بعض. يعني حسن الظن من أجمل الفطن زي ما بيقولوا. فلما بيبقى في ثقة متبادلة بين الزوجين بتحصل معادلة جميلة قوي في السعادة بين الزوجين. بس هي دي الحاجات اللي احنا ممكن ان احنا نتلاشاها بالصفات اللي احنا قلناها في الاول. لو حققنا المعادله دي يا جماعه، هيبقى في سعاده زوجيه جميله بين الزوجين الى يعني حد ما 70%. مش هنقول 100% عشان ما نضحكش على بعض، لان الحياه كلها مليانه تناقضات، والاشخاص كلهم مليان تناقضات. مفيش شخص زي التاني، مفيش شخص 100% كويس لاخر لحظه. حتى الكويسين بيبقى ليهم نقاط ضعف واخطاء، يعني كل الناس خطائين، كل الانسان خطاء يعني. فاحنا بنتكلم على ان احنا نوصل يعني 70% من السعادة والهدوء في الحياة الزوجية، عشان ما تبقاش كل النقاط على الزوج والزوجة وتبقى حرب، ما تبقاش حياة زوجية. فيا ريت نخلي بالنا من النصايح دي، سواء للزوج أو للزوجة. يعني نساعد بعضينا على إن الحياة تعدي، ونربي أطفالنا في حياة سعيدة، زوجية سعيدة، ما فيهاش مناقضات، ما فيهاش خلافات، ما فيهاش أمراض نفسية للأطفال. لأن الأطفال لما بتطلع في بيئة مشحونة بتبقى أطفال عندها مرض نفسي بتعاني منه لما بتكبر. فإحنا مش عايزين نوصل أطفالنا لكده. وربنا يسعدكم دايما ويملى بيوتكم سعادة وخير، ويجمع بينكم بالمودة والرحمة والسكن إن شاء الله بإذن الله. في كتاب كده كنت قريته اسمه 8 دروس لحياة أكثر سعادة، بس أنا ناسي اسم الكاتب، هبقى اقوله لكم في الديسكريبشن. حلو قوي لو جبتوه تقروه. يعني انا جايبه لكم كل النصايح دي منه بصراحه. ان شاء الله هقول لكم اسمه في الديسكريبشن وتقروه كده وتثقفوا. ده التطوير الذاتي بقى، تثقفوا من نفسكم كده عشان تحظوا بحياه سعيده، يعني خاليه من المشاكل والعقد والكراكيب. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. متنسونيش بقى في اللايك الجميل بتاعكم بالله عليكم.
يا رب ان شاء الله يسعدكم، حياتكم تبقى كلها سعاده يا رب، واللي ما اتجوزتش تتجوز، واللي ما اتجوزش يتجوز، وان شاء الله ربنا يكرمكم ويسعدكم دنيا واخره. حطوا لي لايك اللايك اللايك وسبسكرايب، تنوروني وتشرفوني. تفعلوا الجرس عشان الفيديو يجيلكم. يلا اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. متنسوش تصلوا على النبي الغالي عليه الصلاة والسلام. حفظ الله.